الكنز الحقيقي من وجهة نظري هو إنك تراهن على شخص وما يخيبش ظنك أبدا. هو كل شوية يثبت لك إنه قد المكانة اللي انت حطيته فيها، وإنه جدير جدا بيها. تراهن وما تندمش على ثقتك اللي اديتها له، لأنه دايما بيطمنك بكلامه وأفعاله كمان. شخص يعرف احتياجك من نبرة صوتك، ويبقى حزنك هو عدو الأول. شخص مهما ساءت الأمور برضه بيحبك، ومهما الأمور اتحسنت بيحبك برضه. الظروف تتغير بس هو ما يتغيرش. حبايب قلبي الغاليين، وحشتوني جدا، والنهاردة جايلكم بقصة وواثقة ومتأكدة إنها هتعجبكم وبشدة. ويلا بينا، لو أول مرة تشوفونا هستناكم تدعمونا باللايك والشير، وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة. ويلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونسمي بسم الله ونبتدي حكاية النهاردة. هتتجوزيه غصب عنك عشان نخلص من الطار ده. حرام عليك يا بابا، ازاي بس هتجوزهولي؟ وبعدين انا دكتورة، اتجوز واحد صعيدي وجاهل كمان؟ ضربها بالقلم ومسك شعرها في ايديه. اخرسي، هتتجوزيه انا هتتجوزيه. اخوها بيرد عليه. يا بابا سيبها بالله عليك. ابوها زقها بغضب وكمل كلامه وقال: هتتجوزيه واعملي حسابك الفرح الخميس اللي جاي. سابته وطلعت على فوق وهي بتعيط بحرقة. امها خبطت عليها: حبيبتي قومي كلي اي حاجة عشان خاطري، ما توجعيش قلبي عليكي. فراح بعياط جامد: يا ماما عشان خاطري خليه يرجع في قراره، مش هيخليني اكمل تعليم يا ماما، ابوس ايدك. امها بدموع على حالتها: والله اتكلمت كتير يا حبيبة قلبي ومرضاش يسمعني، بيقول لي انا خايف على اخواتك الرجالة، مش هيستحمل خسارة واحد فيهم. فراح بزعيق وبعياط: يعني يستحمل خسارتي انا؟ هيرميني؟ ايه هتسيبوني معاهم؟ امها طلعت من الاوضه وهي حزينه عليها، وهي فتحت اللابتوب بتاعها وكلمت صحابها وهي بتعيط. واحده من صحابها واسمها سيرين بحزن عليها: يا حبيبتي بطلي عياط، كل حاجه هتتحل والله. اما صاحبتها مي كملت الكلام وقالت: طيب اتكلمي معاه تاني. فراح ردت عليهم بعياط: مش راضي يسمعني. وقعدوا يواسوا فيها وهم زعلانين عليها. جا يوم الفرح وكان شغال الطبل وهي بتعيط في اوضتها. لبست واستنت العريس، وشوية وطلع ابوها ياخدها عشان يسلمها لجوزها. جاي يقرب منها ويحضنها، بعدت عنه. ابوها بيحزن على حالتها: عارف انك زعلانة بس غصب عني والله، الطار ما كانش هيخلص غير لما تتجوزيه. فرح ضحكت باستهزاء وقالت له: غصب؟ تمام يا بابا، طب يلا بقى. نزلوا هما الاتنين، حطت الطرحة على وشها عشان دي العادات في الصعيد. ركبوا العربية وهي ما كانتش شافت العريس. وصلوا القصر بتاعه. العريس زين الهواري، 30 سنة، كبير البلد. نزلوا من العربية ودخلت فرح جوه. استقبلوها بالزغاريت، والعريس وقف بره مع أهل البلد يرقصوا. أما أمه واسمها سميحة: تعالي يا مراتي الغالي. قربت فرح منها، راحت مرات العريس حضنتها: نورت بيتك يا غالية. ربنا يخليكي يا طنط. طنط؟ طنط ايه بقى؟ قوليلي يا ماما أو يما، كيف ما زين بيقولي. فرح في نفسها: وكمان اسمه زين، ربنا يستر. حاضر يا ماما. زين جه وبس ايد مامته: كيفك يا ست الكل؟ بخير يا قلب امك، يلا خد مرتك يا واد واطلعوا فوق والوكل هيطلع وراكم. حاضر يما، يلا يا عروسة. ام سميحة: يلا فين يا ولدي؟ شيل مرتك لفوق يلا. حاضر يا ام زين. وشالها وطلع لفوق، حطها على السرير، وده كله وهو لسه ما شافش وشها. الباب خبط وكانت مرات عمه: يلا يا ولدي، الرجالة مستنيين تحت. مستنيين ايه يا مرات عمي؟ العادات يا ولدي. زين فهم قصدها وزعق وقال لها: عادات ايه وزفت ايه؟ ايه العادات دي؟ مش على مرات زين الهواري. وقفل الباب. الخدامة طلعت تقوله أمه بتنادى عليه. نزل لمامته بسرعة، خبط ودخل: تعالى يا قلب أمك، عايزاك في كلمتين. نعم يا حاج. مرات عمك نزلت وقالت لي على اللي قلتهولها فوق. ينفع يا زين؟ ينفع تكسر عوايدنا وتقاليدنا؟
يما انا مش عايز كده، ما يصحش. طيب يا ولدي، زين ما تحب، بس دي العادات. زين بتنهيدة. حاضر يما. يلا اطلع لعروستك يا قلب امك. ونسيت اقولك انك ستك جاي الصبح من بدري قوي، وانت عارفها. وقول لمرتك. حاضر يما. يا مرارك يا زين، والله يما انا خايف على البت اللي فوق دي من حريم العيلة. هقول لها عوايدنا يا ولدي، وما تقلقش من حاجة واصل. زين باس ايديها ماشي يا ست الكل، تصبح على خير يا ست الناس. وسابها وطلع على فوق. وانت من اهله يا حبيبي. زين طلع على فوق وفتح الباب ووقف مصدوم. لقى فرح طالعة من الحمام ولابسة بيجامة بيضة ستان وشعرها مفرود، وكانت غاية في الجمال. فرح بخضة: انت ازاي تدخل من غير ما تخبط على الباب؟ زين فاق على صوتها وقال: والله اظن دي اوضتي. ودخل وقفل الباب وراه. هو اظن انك معاك واحدة في الأوضة. زين باستهزاء: والله على ما اعتقد الواحدة دي تبقى مرتي، وبعدين انا واقف اضيع وقتي معاكي ليه؟ ابعدي من طريقك ده. راح جاب موس من الحمام وجرح رجله. فراح بصدمة: انت عملت ايه يا مجنون؟ زين مردش عليها وجاب الملاية ومسح رجله وحدفها من الشباك. وفجأة انضرب نار كتير، وفرح اتخضت وجريت ومسكت فيه. فرح: هو في ايه اللي بيحصل؟ بص زين على ايديها اللي ماسكاه. ولا حاجة يا عروسة. فرح بعدت عنه وهو دخل الحمام يغير هدومه. طلع وهو لابس بنطلون بس. فرح اتخضت وغمضت عينيها: انت يا بني ادم، البس هدومك. زين مردش عليها ونام على السرير. فقالت هي: استغفر الله العظيم. انت يا عم انت، انا هنام فين بقى؟ فتح عينيه وبصلها وقال: على السرير؟ يعني هتكوني هتنامي فين؟ ايه ده؟ هو مفيش غير سرير واحد وانت نايم عليه اهو. زين بضحك وبصلها جامد: ما حضرتك هتنامي على السرير ده يا ست الدكتورة، وفي حضني كمان. هو في حضنك ايه يا قليل الادب؟ انا هنام على الزفته الكنبه دي. وسابته ونامت على الكنبه. لقيت اللي بيرفعها. فرح بخضه: يخرب بيتك، نزلني. زين نزلها على السرير وهي لسه جايه تقوم، شدها وحضنها جامد وقال لها: نامي، بدل ما والله اقوم اعمل حاجة هموت واعملها. وغمز لها. فرح خبت وشها وقالت بصوت واطي: قليل الادب. سمعتك على فكرة، وهقوم اقص لك لسانك لو ما نمتيش. انا نمت اهو خلاص. زين ضحك عليها وحضنها وناموا. قاموا الصبح مخضوضين من الخبط اللي على الباب. فراح بخضة ومسكت فيه جامد: هو في ايه اللي بيحصل؟ مين الغبي ده؟ راح زين وفتح الباب. لقى مرات عمه اللي زغرطت جامد: صباحية مباركة يا غالي يا ولدي، الغالي ولد الغالي. الله يبارك فيك يا عمتي. امال فين عروستنا؟ قوم يلا، ستك جات تحت اهي. ماشي يا عمتي، نص ساعة وجايين اها. ماشي يا ولدي ومستنيينك. نزلت وزين قفل الباب. لقى فرح راحت في النوم تاني. حاول يصحيها، ما كانتش بتصحى. شالها وفتح الدش عليها. فرح بخضة ومسكت في رقبته: بغرق، انا بغرق، يخرب بيتك. بتغرقي بتغرقي ايه؟ قومي يا عروسة، مستنينا تحت. هو في حد يصحي حد كده؟ فرح، صوتك ما يعلاش تاني. وبعدين انا بقالي ساعة بقوم فيكي وانتي زي الميتة. 5 دقايق وتكوني واخدة دش وطالعة. هو سابها ورزع الباب وراه. فرح اخد الدش وطلعت لقيته قاعد على طرقة السرير. بصلها وسابها ودخل غير هو كمان هدومه. اما هي غيرت ولبست عباية نبيتي وطرحة واستنت يطلع. اول ما طلع بصلها وقال لها: ادخل البس خمارك يا فرح، وما تنزليش من غيره ابدا. العباية واسعة عشان كده لبست طرحة. قلت لك قومي البس الخمار يلا. دخلت لبست الخمار وهو خلص ونزلوا مع بعض. أول ما نزلوا الزغاريت اشتغلت وهو مسك ايديها وراح عند جدته، باس ايديها وقال: نورت البلد كلها يا جدتي. بنورة بيك يا ولد الغالي. وبصت على فرح، قربت منها وعملت زي ما زين عمل. بصلها وابتسم انها قلدته وباست على ايد جدته هي كمان: مبروك يا عروسة يا بنتي. الله يبارك في حضرتك. عمته حضنتها وقالت:
كيف القمر يا بنتي؟ يا زين ما اخترتي يا ولدي. وكلهم سلموا عليها وهي كانت مبسوطة. بنت عمته جت وقالت: هي دي اللي متجوزها عشان الطار، مش بطالة. فرح بصت لزين وعيونها دمعت. زين بزعيق: رباب، احترمي نفسك، دي مرات كبير البلد. كانت رباب هترد بس جدته سبقته وهي قالت حاجة غلط يا ولدي، ما هي دي الحقيقة ولا ايه؟ وبصت على فرح بقرف. فرح استأذنت ولسه هتطلع، زين مسك ايديها. اللي هيتكلم نص كلمة على مرتي هقطع لسانه، سمعته؟ وبعدين قال بزعيق: ام صلاح، نعم يا ولدي. طلعي لنا الوكل فوق، مش هاكل هنا. حاضر يا ولدي. وخد فرح وطلع على فوق. امه قالت لرباب: هو انت لو ما كنتيش سكتي كان هيجرى حاجة؟ ليه تنكدوا على الغلبانة دي؟ حماتها بزعيق: سميحة، وطي صوتك ده. انا مش هسمح تحرقوا دم الغلبانة كل شوية، دي مرات ابني اللي ما عنديش غيره في الدنيا. وقامت وسابتهم. اما عند فرح وزين، اول ما طلعت انفتحت في العياط. زين اخدها في حضنه. معلش، أنا آسف يعني على اللي حصل ده. فرح كانت ساكتة وما اتكلمتش لحد ما بطلت عياط وكانت نامت. زين قلعها الخمار وعدلها على السرير وقعد بص على ملامحها وقد ايه هي جميلة. طلع من شروده على خبط الباب وكانت أمه. تعالي يما. مرتك فينها يا ولدي؟ أول ما طلعنا وهي نامت والله. تعالي ادخلي، هصحيها لك يما. لا يا ولدي، ما تصحهاش، سيبها نايمة وتعالى تحت عايزاك في موضوعك ده. حاضر يما. نزلت وهو دخل لبس ونزل وراها. راح أوضة أمه وخبط على الباب. تعالى يا ولدي. مالك يا حاجة بس؟ قول لمرتك ما تزعلش يا ولدي، حقها علي. والله أنا دمي حرقني على الغلبانة دي وعلى قهرتها من ستك وعمتك وبنت عمتك. أني صلحتها يا ست الكل، والله ما تقلقيش. منهم لله يا ولدي، نكدوا على البت وعلى البيت كله. زين بس ايديها. مش مشكلة يا ست الكل، وهي شوية وهتصحى وهجيبها وانزل. ماشي يا حبيبي، يلا اطلع لها. سابها وطلع زين. طلع لقاها صحيت وقاعدة على السرير. قعد قدامها وقال لها: حقك علي. فرح ابتسمت وعرفت انه حنين مش زي ما بيبان للناس انه قاسي. ولا يهمك، انا مش زعلانة. طب يلا يا عروسة، قوم البسي عشان ننزل. حاضر. قامت لبست ورجع لقيته بيلعب في التليفون بتاعه. قالت له: يلا. الخمار يا فرح، الخمار قلتلك. فرح بضيق: يا زين العباية واسعة عادي، لو لبست طرحة والله عادي. فرح بصلها بضيق. طلعت تجري وتلبس الخمار ونزلوا لقوهم كلهم تحت ما عدا أمه. فرح بهمس: احم زين، ماما سميحة فين؟ أمي في أوضتها، تعالي هوديكي. وداها أوضة أمه وخبط. فرح قالت: ماما انتي صاحية؟ تعالي يا قلبي، فايقة اهو. فرح دخلت وقعدت جنبها على السرير. سميحة طبطبت عليها وقالت لها: ما تزعليش من اللي حصل يا مراتي الغالي، هم كده، طبعهم كده. عادي يا ماما، انا مش زعلانة والله. سميحة بابتسامة: ماشي يا حبيبة قلب انتي. وقعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما زين خبط ودخل. من لقى أحباب ونس أصحابه بقى. أمه بضحك وحضنت فرح: دي حبيبة قلب دي يا زين، ربنا ما يحرمني أبدا منك يا ماما. حبيبتي انتي بتعرفي تطبخي يا فرح؟ أيوة طبعا يا ماما بعرف، أصل العادات هنا لازم العروسة تطبخ العشاء أول يوم. طيب عايزين نطبخ ايه؟ هتطبخي لحمة يا حبيبتي. ماشي يا ماما، وريني المطبخ بس ومش هقولك على أكلي. زين كان واقف فرحان إن أمه حبت فرح. مالك يا ولدي واقف كده ليه؟ ولا حاجة يما، أنا هطلع برا أشوف مصطفى، وانتوا تعالوا يلا. طلعوا برا وأمه ورتها المطبخ والخدم كلهم طلعوا برا وقالت لها على اللي تعمله. وكانت كمية أكل كبيرة عشان هما بيت عيلة. خلصت فرح وكانت تعبانة جامد وهدومها اتبهدلت. طلعت برا. زين بصلها وقال: معلش يما،
خلي الخدم يحطوا الوكل على بال ما اقول الفرح حاجة. وأخدها وطلع بيها. قعدت على السرير بتعب، وزين راح طلع لها عباية. ادخلي خدي دش، شكلك تعبانة. أنا عايزة أنام بس، مش عايزة حاجة تانية. معلش حقك علي، غير هدومك وناكل معاهم ونطلعوا وتبقى تنامي براحتك. حاضر. أخدت العباية ودخلت الحمام شوية وطلعت لبست الخمار بتاعها ونزلوا. سميحة: يلا يا ولدي، الوكل جاهز وكلنا مستنيينكم. وقعدوا كلهم على السفرة، وكان زين على راس السفرة وأمه على جنب وفرح من الجنب التاني. سميحة قالت: الله، تسلم يدك يا بنتي، الوكل كيف العسل. أما جدته ردت بضيق: امم ام صلاح هات الملح، الوكل ناقص ملح كتير قوي. راح بصت لزين وبصت في الأرض وزعلت. أما زين رد وقال: الوكل حلو قوي، تسلم يدك يا حبيبتي. فرح ابتسمت لما هو رد وقال كده. خلصوا أكل وطلعوا عند زين وفرح فوق. فرح أول ما دخلت اترمت على السرير. زين ضحك عليها: قومي غيري ونامي. فرح قامت ولبست بيجامة وراحت نامت. أما زين دخل غير وراح نام وأخدها في حضنه. قامت الصبح لقت نفسها في حضنه، بصت على ملامحه وقالت: انت جميل قوي. وبسيته من خده، لقيته فتح عينيه وكان صاحي. زين بخبز: كنت بتعملي ايه عاد؟ ها؟ ولا أي حاجة، ولا حاجة خالص. يعني انت ما بستنيش على خدي دلوك؟ لا. أنا؟ لا طبعا، انت باين عليك كنت بتحلم. كنت بحلم. سيبني بقى عشان اقوم، تلاقي جدتك دلوقتي هتكسر الباب زي امبارح. زين ضحك بصوت عالي: طول ما انا هنا ما تنزليش غير لما ننزل سوا، ونامي لسه بدري اصلا. سيبني اقوم لو سمحت. زين فك ايده من عليها. قومي يا ستي اها. دخلت الحمام بسرعة، خلصت وطلعت وهو دخل بعدها. وبعدين لبس ونزلوا وفطروا. وزين دخل المكتب يخلص شوية شغل. بنت عمي زين الصغيرة قالت لفرح: انت مرات عمي زين؟ ايوه يا صغننة، مالك؟ طب بقولك ايه، تعالي حلي معايا الواجب ده، هما عم بيقولولي انك دكتورة، صح كده؟ ايوه دكتورة، تعالي نحله سوا، يلا. جت امها واسمها صباح، اخدت البنت منها. اياك تجربي من بنتي يا بنت البندر، انت فاهمة؟ بنتك جات لي احل معاها الواجب، هو انا عملت فيها حاجة؟ صباح ردت عليها بصوت عالي لدرجة ان الكل سمعها وطلعوا على صوتها: وانت تقدر اياك تعملي فيها حاجة؟ فرح ردت بصوت اعلى: لا بقى، انت زودتيها قوي. انا عملت لكم ايه من ساعة ما جيت وانتوا واخدين اعتراضي؟ ده انا بقالي يومين بس هنا، اما لو قعدت شهر ولا شهرين هتعملوا فيا ايه؟ زين جه من وراها: فرح اطلعي على فوق. فرح بصت له ولسه هتطلع، جه عم زين قال: في ايه هنا؟ مراته صباح ردت عليه بمسكنة وقالت: بنت البندر بتزعجلي يا اخوي. اما مرة قليلة الادب بصحيح وقليلة الرباية كمان. فرح وقفت وبصت له وقالت: والله ما حد قليل الرباية غير كنتوا، عالم مش محترمة. ولسه بتكمل كلام زين جه وراح ضربها بالقلم قدام كل اللي موجود. قلت لك فوق يا فرح، ما بتسمعيش الكلام. فرح طلعت وهي بتعيط جامد. بعد ما طلعت زين قال بزعيق: قسما بالله اللي هيتكلم حرف واحد على مرتي لقطع لسانه. ووعاكم تفكروا اني ضربتها عشان خاطر حد فيكم. لا، انا مرتي ما غلطتش، انا ضربتها عشان هي علت صوتها في وجودي وما سمعتش كلامي. ولو اي حد غلط فيها ما يلومش غير نفسه. سمعتوا؟ وسابهم وطلع من البيت كله. فرح فوق بتعيط انه ضربها قدامهم وهي ما غلطتش في حاجة. جه الليل وزين مرجعش، وفرح قاعدة زي ما هي عمالة بتعيط. عدى ساعة ولقيته جه، دخل وغير هدومه ونام، وهي قامت غيرت هدومها هي كمان وراحت على الكنبة تنام. زين بص عليها وقال: تعالي نامي هنا. فرح مردتش عليه، قام ومسك ايديها وقال لها: انا بقولك تعالي نامي هنا. فرح بصت له وزقت ايده وراحت نامت على السرير، وهو نفخ وراح نام جنبها وحضنها وهمس جنب ودنها وقال:
أنا آسف. بصت له فرح بدموع وغمضت عينيها ونامت هي كمان. قام الصبح ما لقاهاش جنبه، لقاها طالعة من الحمام وما بتبصلوش. قام هو كمان دخل الحمام وخلصوا هما الاتنين ولبسوا. فرح كانت ساكتة طول اليوم، ما اتكلمتش مع أي حد غير أم زين، وكمان ما اتكلمتش معاها كتير. سميحة أمه: تعالى عايزاك يا ولدي. زين قام معاها ودخل أوضتها. انت ومرتك متخانقين صح كده؟ أيوة يما. انت الغلطان، هي مش غلطانة، ولو النهاردة ما صلحتهاش والله الزعل ده لا يزيد زيادة يا ولدي، والبيت هيخرب، وانا هزعل منك ومش هكلمك تاني ابدا. حاضر يما، حاضر يا أم زين. يلا يا ولدي خدها واطلع فوق وراضيها. وطلعوا من الأوضة، قعد شوية معاهم برا وبعدين ندى عليها وقال لها: تعالي يا فرح عايزك. طلعت معاه من غير ولا كلمة. زين قال لها: هنفضل متخاصمين كده كتير ولا ايه؟ بصت له فرح ومرضتش ترد عليه، كمل كلامه وقال: بص يا فرح، انا عارف ان ما كانش ينفع امد يد عليكي، بس انت ما كانش ينفع تعلي صوتك في وجودي، ده مهما حصل. كمان اقول لك اطلعي فوق تعندي فيا قدامهم. يعني هو اللي كان ينفع يحصل ان عمك يقول لي انت قللت الادب، وكمان مراته تتبلى عليا وانا ما عملتلهاش حاجه؟ انا بقالي يومين بس هنا وهم مش رحمني، انا عملت لهم ايه؟ وكمان تمد ايدك عليا قدامهم؟ وقعدت على الارض تعيط. نزل على الارض هو كمان وخدها في حضنه. انا اسف، حقك عليا والله، بس دموعك دي غالية عندي قوي. وبعدين طلعها من حضنه، مسك وشها وبسها من راسها. انا اسف يا فرح، خلاص بقى. فرح اتكسفت وبعدت عنه وقامت دخلت الحمام، وهو قام نزل وفرح طلعت من الحمام ونزلت برضه وراه. عدى اليوم. فرح طلعت أوضتها، لقت بوكس كبير على السرير، فتحته لقت شوكولاتات كتيرة وورقة مكتوب عليها: أنا آسف. فرحت بيهم جدا وقعدت تاكل، وهو دخل لقاها بتاكل ومش واخدة بالها إنه واقف وبترفع عينيها، لقيته بيبص عليها. هو قرب منها فهي بعدت ورجعت لورا. ما قلنا اسف بقى، ما يبقاش قلبك اسود، وبعدين طالما اكلت الشوكولاتة اللي انا جايبها يبقى متصالحين، مش كده؟ طب خد اهي، مش عايزة منك حاجة. خلاص بهزر معاكي، يلا قومي، عايزة انام عشان ورايا شغل الصبح كتير قوي. انت هتمشي وتسيبني معاهم هنا؟ دول ياكلوني. لا لا، مش هياكلوكي، اقعدي مع امي، مش هتخلي حد يقرب لك. خلاص ماشي. اخدها في حضنه وناموا كالعادة. قام قبلها وبسها ودخل الحمام ياخد دش. طلع لقاها بتفرك في عينيها. صباح الخير يا قمر. صباح الخير. يلا قومي خدي دش كده عشان ننزل. حاضر. نزلوا هما الاتنين. اول ما نزلوا ابتسمت امه وهو رايح عليها بس ايديها. صباح الخير يما. صباح الفل يا قلب امك. وفرح عملت زي ما زين عمل بالظبط، باست ايديها وصبحت عليها. سميحة بهمس لزين: باين كده اتصالحتوا يا واد. امال ده انا زين برضه، انا رضيتها، ما تقلقيش انتي. ربنا يرضيك يا حبيبي. يلا بقى ناكل. وقاموا كلهم ياكلوا. جت اخت زين واسمها مريم: ابي عايز اخد فرح ونشتري شوية حاجات كده. تشتروا ايه يعني؟ حاجات يا خوي. ماشي يا ريم. ريم بفرحة: يعني خدها يا خوي. فرح بس الفرحة لقاها بتهز راسها بمعنى انها عايزة تروح. ماشي يا حبيبتي، خديها، بس خدوا السواق معاكم. يلا انا همشي بقى. وبس راس امه. يلا السلام عليكم. تعالي يا فرح، عايزك في كلمتين. قومي يا بنتي مع جوزك. حاضر. راحت فرح معاه لحد الباب، طلع مفتاح اداهولها وقال: ده مفتاح الدولاب فوق، فيه فلوس عشان لو هتشتري حاجة مع ريم. لا لا، انا مش هشتري حاجة. خدي المفتاح اهو، وخدي فلوس قلتلك. خلاص ماشي، اللي انت شايفه. يلا ادخلي اقعدي معاهم وما تتأخريش. حاضر. سلام. دخلت وريم اخدتها ودخلوا اوضتها. ريم بتطلع هدوم. بصي يا فرح، انا هلبس وانت كمان اطلع البسي، على بال ما البس تكون انت كمان لبستي ونروح بقى. لا انا بخاف اطلع الاوضه لوحدي، خلصي ونطلع انا وانت مع بعض. حاضر يا اختي. ريم لبست وطلعت مع فرح تلبس
وراحوا يشتروا حاجتهم. الوقت سرقهم والليل اتأخر. رن زينة على فرح وما كانتش بترد. رن على أمه، قالت له إنهم لسه ما رجعوش. فرح وريم وصلوا البيت. فرح بخوف: ريم، هو زين جه ولا ايه؟ ايوه جه، يلا ندخله، ربنا يستر. دخلوا لقوهم كلهم قاعدين. ريم بتحاول تتكلم: السلام عليكم. كلهم بصولها وسميحة اتكلمت بحدة: فرح اطلعي، جوزك فوق. حاضر. طلعت وهي بتدعي في سرها ان الموضوع يعدي على خير. دخلت الأوضة، لقيته قاعد وبيشرب سجاير. فرح بخوف: زين. ما ردش عليها وقام نزل تحت. فرح قالت لنفسها: يا لهوي، ربنا يستر. نزل يتكلم مع ريم: كنتوا فين من الظهر لحد المغرب؟ والله يا اخوي كنا بنشتري حاجات وقعدنا نقيس وكده، ويعني اتأخرنا شوية. تمام، تنسي بقى موضوع الخروج ده يا ريم. وسابها وطلع على فوق. دخل الأوضة وأخد هدومه ودخل الحمام عشان ياخد دش. خلص وطلع، وده كله فرح كانت قاعدة على الكنبة زي ما هي، عايزة تكلمه وخايفة. الباب خبط وهو فتح. أخد الأكل وقعد ياكل من غير ما يعبرها. فرح قالت له: زين. ما ردش عليها: لو سمحت كلمني. ما ردش برضه عليها. نفخت وقامت، أخدت هدومها ودخلت الحمام تغير. طلعت ونامت على السرير، ولأول مرة زين بيديها ظهره وهو نايم. فضلت تتقلب. زين بحدة: اثبتي بقى، عايزة انام، عندي شغل كتير الصبح. حاضر، أنا هريحك مني. وقامت ونامت على الكنبة. زين بص عليها ونفخ بعصبية، وقام راح عندها وشالها حطها على السرير. أخدها في حضنه وهي ما اتكلمتش خالص ونامت على طول. هو بص عليها وابتسم: شكلي حبيتك وبقيت ضعيف قدامك، ولا ايه بالظبط انتي؟ اول واحدة تدخل قلبي يا فرح. اتنهد ونام هو كمان. صحت فرح قبله وقعدت تبص عليه وابتسمت وقالت: أنا شكلي حبيتك ولا إيه؟ يخرب بيتك. فتح عينيه وهي اتوترت. زين عمل نفسه لسه زعلان وبعدها عن حضنه وقام دخل الحمام. اوف، يا ربي بقى اصالحه ازاي ده؟ احسن حل اسأل ماما سميحة. وقعدت تكلم نفسها. لقيته طالع من الحمام. قامت هي تدخل وخلصوا ونزلوا هما الاتنين. ريم بهمس الفرح: هو عمل فيكي ايه يا فرح؟ اسكتي يا ريم، ما كلمنيش خالص، انا خايفة من السكوت ده. ربنا يسترها عليكي يا فرح. بتتحدثوا في ايه يا بت منك ليه؟ ولا حاجة يا ماما. ولا حاجة يا ماما سميحة. طب يلا، الوكل جاهز. قعدوا كلهم. زين خلص أكل وبسرس مامته كالعادة وطلع على شغل. بقولك ايه يا ماما، أنا عايزة أصالح زين ومش عارفة أصالحه ازاي. ما تقوليلي على السر يا ست الكل. دلعيه يا حبيبتي، الرجالة بتحب الدلع. خلاص يا ماما اسكتي، يا ريتك ما اتكلمتي. ضحكت عليها ريم وقالت لها: بصراحة كده يا فرح، هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. فرح سابتهم وطلعت على الأوضة شوية وزين جه بيفتح الباب. اتصدم من اللي لقاه قدامه. لقى فرح لابسة قميص نوم وواقفة بتفرك في ايديها. قربت منه وحوطت رقبته: الحمد لله على سلامتك. عمل نفسه لسه زعلان. الله يسلمك. وبعد ايديها عنه ودخل وسابها. فرح بضيق: عنيد، اعمل فيك ايه؟ طلع من الحمام، فتح اللابتوب بتاعه وقعد قدامه وهي كانت لسه واقفة وما بصلهاش برضه. بقولك ايه، احنا ممكن نتكلم؟ ورايا شغل كتير، مانيش فاضي. فرح شالت اللابتوب من قدامه وقفلته وقعدت جنبه: لو سمحت خلينا نتكلم بقى، انا عايزة اقول كلام مهم. نعم، قولي. بص، هو والله العظيم احنا الوقت سرقنا خالص وكنا بنقيس حاجات وعشان كده اتأخرنا يعني. وتليفون حضرتك ما كانش معاك اياك؟ لا ما خدتوش والله. بص انا اسفة ومش هتتكرر تاني. بالله خلاص بقى. وكلم ريم كمان عشان هي زعلانة، زعلانة قوي، وتقريبا كده انا السبب. حاضر، هكلمها. يعني مش زعلان؟ لا، مش زعلان. طيب مكشر في وشي ليه؟ ما تبصلي. رفع وشه وغمز لها وقال لها بكل خبز: ابص لك، حاضر. فرح اتكسفت وقامت من قدامه بسرعة. شدها عليه وشالها وفرح خبت وشها.
زين همس لها بحب. ونسيبهم بقى عشان كده عيب. قامت الصبح لقت زين بيبصلها، ابتسمت بكسوف، فقال هو بحب: صباح صباح الجمال الخير يا يا زين. عروسة. يلا هقوم اخد دش عشان عندي اجتماع مهم. هتمشي؟ خليك النهارده معايا بالله عليك. ده الجميل يؤمر، بس خليني النهاردة ونخرج كمان. بتهزر؟ هقوم البس بسرعة. طبعا قومي. لبسوا هما الاتنين وجم طالعين. زين غمز لها وقال لها: طب ما تخلينا ونطلع يوم تاني يا قمر انتي. بالله لا، عايز اطلع بقى. ما انت طلعتي. خلص بقى يا زين والنبي. خلاص، الجميل يؤمر ولا تزعلي نفسك. يلا ننزلوا. نزلوا لقوا جدتهم قاعدة في وشهم ووشها مقلوب عليهم. فراح في سرها: استر يا رب، اصطبحنا واصطبح الملك لله. جدة زين بصوت عالي: والله عال، ما لسه بدري، اتأخري كمان وكمان. فراح بهمس لزين: هو في ايه؟ هي مالها؟ والله ما انا عارف. اسكتي واني هتكلم. زين بصوت عالي: صباح الخير يا جدتي. أنا بكلم مرتك يا واد، ما كلمتكش انت. وهي مرتي عملت ايه يعني؟ هي ازاي لسه نازلة دلوقتي؟ امال اهلها مجوزينها عشان ترتاح اياك. جدتي، مرتي مش خدامة، وطول ما انا فوق هي مش ملزمة تنزل. ومسك ايد فرح وطلعوا برا البيت. ركبوا العربية. فرح قالت له: شكرا يا زين، شكرا بجد. وعلى ايه بس يا فرح؟ عشان دفعت عني، انا معرفتش هي بتكرهني ليه كده. زين مسك ايديها وبسها بحب. ما تشغليش بالك بكل ده. يلا خلينا نستمتع بقى. هفسحك حتة فسيحة تحلم بيها. يلا اما نشوف. زين اخدها ونزل القاهرة وعرف امه انهم هيقعدوا يومين في القصر بتاعه هناك. اول ما وصلوا فرح بانبهار: ايه دي؟ ايه الحلاوة دي يا ابن الايه يا زين؟ مش احلى منك يا قمر انتي؟ ايه عجبك القصر؟ عجبني قوي يا زين، ده جميل. طب تعالي يلا ندخل. دخلوا لقوا الدادة والخدم في انتظارهم. الدادة أمينة: نورت بيتك يا ابني. ربنا يخليك يا دادة. احب اعرفك فرح مرتي. بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده كله؟ فرح بابتسامة: ربنا يخليكي. معلش يا دادة، حضري لنا الاكل عبال ما نغيره عشان انا واجع من الجوع. حاضر يا ابني، بسرعة ها. زين مسك ايد فرح وطلعوا فوق. فتح الباب. فرح انبهرت من الأوضة. كان متعلق صور ليهم وكانت مترتبة بطريقة حلوة قوي. فرح فرحت قوي وقالت: واو، ايه الجمال ده كله يا زين؟ يا ربي على الجمال، انا بحبك قوي. بجد عجبيتك؟ جميلة قوي. طب اتفرج عليها براحتك، وانا هدخل اخد دش. طلعيلي الهدوم. حاضر عيوني. دخل الحمام وهي طلعت له هدومه. يلا ادخل انت كمان، غيري خلقاتك دي. دخلت وخلصت. افتكرت انها مش معاها هدوم. يا لهو عليا، انا معيش هدوم، اعمل ايه دلوقتي؟ فرح قعدت تلف حوالين نفسها في الحمام. هي زين. ايوه يا فرح. مفيش هدوم ليا، اعمل ايه دلوقتي؟ مش كنت تقولي اننا جايين هنا عشان اعمل حسابي يعني؟ طب افتح الباب كده. افتح باب ايه يا قليل الادب انت؟ بقولك معيش هدوم. بغض النظر يعني عن انها قصتلك لسانك ده، اما تطلعي لي بس. انا جايب لك هدوم. افتح يلا. زين اداها الهدوم. فرح مسكتها من ورا الباب. لقيته قميص ووشها احمر وقالت بغيظ: زين. نعم يا فرح. هات هدوم عدلة. مفيش غير دي، واطلع انجز يلا، وبعدين ما انت لبست كده قبل كده. وضحك عليها: منك لله يا زين. ولبسته وطلعت بيه. زين قرب شالها وغمز لها وقال لها: احنا نكنسل الغدا بقى. وقطعوا تليفونه لما رن. قال بعصبية: مين الرخم ده؟ لقاها ريم. فتح عليها وكانت بتعيط: زين، ماما تعبانة جوي، الحجنة، احنا رايحين المستشفى. أنا جاي حالا. قام بسرعة. قوم يا فرح، البس خلقاتك بسرعة، هننزل الصعيد. في ايه يا زين؟ ايه اللي حصل؟ ماما تعبانة قوي ولازم نروح دلوقتي. ولبسوا ونزلوا بسرعة. بعد فترة وصلوا المستشفى في الصعيد. نزل جري، طلع فوق، شاف ريم. في ايه؟ امي فين؟ عمه رد عليه وقال له: اهدى يا ولدي، اهدى مش كده،
بقت زينة يعني. الدكتور قال ايه وايه اللي حصل لها انطقه؟ مفيش حاجة يا ولد، يعني مفيش حاجة. ريم بغضب: مفيش حاجة كيف؟ انتوا كنتوا هتخلونا نخسر امي بسببكم. زين بعدم فهم: في ايه يا ريم؟ انطقي احكي لي كل اللي حصل. جدتك يا زين ومرت عمك كانوا عم بيتعاركوا معاها، وانت عارف لما بتزهق بتتعب، وكانت هتموت بسببهم. زين بغضب: حسابكم تقيل يا عمي ولازم يتصافى. اتدخلت عمته في الكلام وقالت: مش وقته الحديد ده يا حبيبي، ادخل اطمن عليها. زين دخل ولقاها نايمة ومتركب لها محلول. والله لا دفعهم تمن كل ده يما، والله لا يكون التمن غالي. وطلع وقال لريم: يلا يا ريم خديها يا فرح، والسواق هيوصلكم، روحوا على البيت. لا يا زين، مش ههم الأم واصل. اسمع الكلام يا ريم، اللي قلته يتنفذ. يلا يا فرح. حاضر حاضر، خلي بالك من نفسك ومن ماما كمان. ماشي يا حبيبي، نامي مع ريم تحت عشان ما تخافيش. حاضر، يلا سلام. ويروحوا البيت. فرح قالت: ريم معلش تعالي نامي معايا فوق. طيب يلا يا فرح. طلعوا فوق وناموا. أم زين طلعت من المستشفى وروحت البيت، قابلتها فرح وحضنتها: الحمد لله على سلامتك يا ماما، الحمد لله انك قمتي بالسلامة. الله يسلمك يا حبيبة قلبي. ولسه هيدخلوا لقوا حد بيقول: والله اشتقت لك كتير يا زين. زين بص وراه وتنح، والبنت كانت حضنته: اشتقت لك كتير يا زينو، اجيت لمصر مخصوص كرمال اشوفك. وده كله كان بيحصل تحت نظرات فرح اللي كانت غاضبة جدا. زين بتوتر: ازيك يا ماري، اخبارك ايه؟ كتير منيحة. اتدخلت ريم وقالت: طب يلا يا زين ندخل جوه ونكمل التعارف. فرح نفخت وسابتهم ودخلت، وهم دخلوا بعدها. ماري قالت: انا جيت لمصر يومين وبرجع تاني، تسمحوا لي اقضيهم عنديكم؟ طبعا بتنور يا ماري، احب اعرفكم صديقتي ماري، ودي امي. وشاور على سميحة. ودي مرتي. وشاور لها على فرح. كتير حلوة يا زين، طول عمرك ذوقك حلو قوي. زين ابتسم وبص على فرح لقاها هتولع. ماري قالت: معلش زينو، بدي اطلع ارتاح، تعالى وصلني. حاضر. اخدها وطلعها، وبعدين دخل اوضته لقى فرح قاعدة على السرير وهتفرقع منه. فرح قامت وقفت قدامه وقالت بصوت عالي: ما لسه بدري، ما تبات معاها تحت احسن. فرح صوتك عالي. هو ايه اللي صوته عالي؟ مين دي يا زين؟ وانت مالك غيرانة ولا ايه؟ عشان جوزي وعشان شكلي قدامهم، مش عشان غيرانة ولا حاجة. زين بخبث: بس اصلا الكلام معاك مفيش منه فايدة، انا نازلة لماما. وسابته ونزلت، وهو فضل يضحك عليها. نزلت خبطت ودخلت لأمه وقعدت ساكتة. سميحة بضحك: مالك يا بت؟ ماليش يا ماما ماليش، اسكتي بقى، سيبيني في حالي انت كمان. في ايه يا بنتي؟ في ايه بس؟ شايفه ابنك يا ماما؟ مين الزفتة دي بقى؟ مين؟ والله ماني عارفة يا بنتي، بس عامة يعني ما تجيش جارك حاجة، ده انت قشطة. فرح حضنتها بسرعة وقالت لها: انت حبيبتي حبيبتي يا ماما. ريم خبطت وسميحة قالت لها: مالك يا بت؟ اهم، كنت يما عايزة، ما تقولي فيه ايه؟ اصل البت اللي جات دي دخلت اوضتكم يا فرح يعني. نعم، اوضتي؟ مين دي اللي في اوضتي؟ وسعي كده. وطلعت فوق جري، لقيت الباب مفتوح وقاعدين على الكنبة. فرح قالت: خير يا حبيبتي، ايه اللي جابك اوضتي وقاعدة جنب جوزي لازقة فيه كده ليه؟ ها؟ لا، انا كنت جاية بس عم بتكلم معاه في كلام شغل يا فرح. طب يا حلوة، انا عايزة جوزي في كلمة، ينفع ولا ما ينفعش؟ اوكي، هنتظرك تحت زينو. وطلعت وفرح رزعت الباب وراها. فرح بغضب: ممكن افهم مين دي وايه اللي جابها اوضتي؟ زي ما سمعتيها كده يا فرح، كنا عم بنتكلم في شغل. تمام يا زين. وسابته ودخلت الحمام. الباب خبط والخدامة قالت لهم على الاكل جاهز، ونزلوا. جت ماري قعدت جنب زين مكان فرح. فرح بصت عليهم وزعلت جدا، سابتهم وطلعت. ما كلتش. وزين خلص وطلع لقاها لابسه قميص
وقاعدة بتلعب في التليفون. زين في نفسه: يخرب بيت ده جمال يا شيخة، ايه لقطة قشطة يعني؟ غير هدومه وجا نام جنبها، ولسه هياخدها في حضنه زقت ايده وقامت راحت الكنبة. زين قال لها: والله ده شغل أطفال ده. ما ردتش عليه، اتنفس بغضب وقام راح لها: بكلمك على فكرة. وانا مش هرد عليك، روح للست ماري، هي بترد احسن مني. فرح اتعدلي في كلامك أحسن لك. مش هتعدل. بقولك ما تختبريش صبري، أقسم بالله يا فرح أكسر دماغك، سامعة؟ وسابها وراح نام. هي بصت عليه بزعل ونامت على الكنبة. ولما نامت زين شالها حطها على السرير واخدها في حضنه وناموا مع بعض. قامت الصبح لقت نفسها في حضن زين، بصت عليه بزعل وهو فتح عينه، بصلها وقام دخل الحمام. فرح بغيظ: غلطان وكمان زعلان، والله ناس عجيبة. لقيت تليفونها بيرن وكانت واحدة صاحبتها: وحشتيني يا بنتي. وانت كمان وحشتينا قوي. ايه هتيجي الامتحانات ولا ايه الدنيا؟ هي امتى؟ كمان اسبوع يا بنتي، انا قايله لك على الواتس. يا بنتي انت بتهزري، انا ما ذاكرتش اي حاجه. هتلحقي، بس هتيجي ازاي من الصعيد لهنا؟ وجوزك هيرضى ولا ايه الدنيا؟ والله ما اعرفش يا مي، انا ما اتكلمتش معاه خالص. عموما هنستناكي. يلا باي يا جميل. باي يا حبيبتي. طلع زين من الحمام، ما ادهاش اهتمام، وهي قامت وقفت قدامه. زين ما ردش عليها وهي اتضايقت. ممكن ترد؟ انا عايزاك في موضوع مهم. خير إن شاء الله. ممكن نقعد نتكلم؟ قولي. امتحاناتي كمان اسبوع. لا مفيش امتحانات، مش هتروحي. يعني ايه مش هروح يا زين؟ زي ما سمعتك ده. يا زين لو سمحت، انا عايزه اروح امتحاناتي. زين بصلها وسابها وطلع برا الأوضة. أما فرح طلعت وراه وهي لابسة القميص، مسك دراعها جامد بكل غضب. انت اتجنيتي؟ ازاي تطلعوا كده؟ انت عايشة هنيه لوحدك ولا ايه؟ زين سيب ايدي، بتوجعني والله. أنا ما أخدتش بالي. زقها ودخلها الأوضة وقفل الباب. وبعد شوية لبست فرح هدومها ونزلت وراه. دخلت عند مامته وقالت لها بعياط: يا ماما، امبارح شدنا بسبب موضوع زفت ماري دي، والنهارده صاحبتي كلمتني وقالت لي ان الامتحانات الاسبوع اللي جاي. قلت له ان انا عايزه انزل امتحن، فهو خانق معايا وسابني ومشي. طلعت وراه والله ما كنتش واخده بالي ان انا لابسه لبس النوم. زعق لي جامد وزقني جوه الاوضه. حجك على راسي يا بنتي، اني هتحدد وياه. انت مسحي دموعك دي وروحي حضري معاهم الفطور. حاضر يا ماما. والله يا ولد انت جاسي عليها قوي، خليها تروح جامعتها وتمتحن امتحاناتها. حرام عليك، ما تشيلش نفسك ذنبها يا ولدي، ملهاش ذنب في اللي حصل. ايه يما، نسيت اللي عملوه فينا؟ نسيت طار ولد عمي؟ الاتفاق يا ولدي ان الجوازة دي تتم وكل حاجة خلاص راحت لحالها، وانت رضيت وهم رضوا، تبقى ما تشيلهاش ذنب غيرها. حاضر يما، اني هرضيها. وجا الليل زين دخل عليها الأوضة وكان جايب لها بوكس مليان شوكولاتات وبيديهولها. فرح بصت الناحية التانية ومرضتش ترد عليه. ما خلاص عاد جاي بصالحك اهو. كده يا زين تزقني توقعني على الأرض تاني مرة تمد ايدك عليا. المرة دي الصراحة تستاهل يعني، كيف حد يشوفك بالخلقات دي؟ الجنيتي ولا الجنيتي يا فرح؟ والله يا زين ما أخدت بالي. عامة يعني حقك علي، ما كانش قصدي يا ستي، وهاتي راسك ابوسها. لا ما تبوسنيش، خليني اروح امتحاناتي وانا هبقى متصالحة ومتراضية والله. حاضر يا ستي، هوديكي وبنفسي كمان. بجد يا زين؟ قول والنبي. كلمة الزين سيف يا فرح، خلاص قلت. طيب وماري الزفتة دي اللي قاعدة في بيتنا ومقيمة؟ مشت امبارح بالليل. كل ما في الموضوع ان بينا مصالح مشتركة وشغل وشراكة يعني، فمتعشمة انها تقعد عندنا الكام يوم دول. وكمان كنا بنتحدد في الشغل. دي ست محترمة ومتجوزة كمان، فعيب تظني فيها الظن السوء ده يا فرح. حقك عليا يا زين، انا كمان اسفة. وانت كمان حقك عليا حبيبة الزين. وجهزي نفسك كده، بكرة ان شاء الله هنسافر على مصر عشان امتحاناتك. انا بحبك قوي يا زين، بحبك قوي. وانا كمان يا فرح بحبك قوي. هو كده نقدر نقول خلصت حكايتنا النهاردة،
واستنونا في حكاية جديدة. أشوف وشكم بخير. مع السلامة.